علاش تتعلق بالناس بسرعة وبعمق وتتعب؟ ديما تشوف روحك تهتم بالناس وتحاول تفهمهم وتحاول تصلح كل شيء فيهم، بصح هذا اللي يخليك دائما تنسى روحك. ماشي لانه تعتقد انك ما تحتاج تعاون روحك، مي تحس باللي لازم تعاون واحد اخر وانت قادر تعاون روحك من بعد. المشكل هنا انك دائما تعطي قيمه لواحد اخرين وتمنحها من نفسك. تعتقد انه لا، الحاجه اللي راني نديرها مليحه باسكو راني نعاون واحد اخرين ولانه بشغل الناس يستاهلوا نعاونهم، مي حاجه باطنيه لداخل راح تخليك تامن، اللي تخليك تمد القيمه لواحد اخرين ما تمدهاش لروحك، باسكو مأمن باللي الناس عندهم قيمه وانت ما عندكش ديك القيمه الكبيره. هذه لازم لها عمق كبير ودراسه كبيره وجلسه طويله تشوف مين جايه هذه اللي تمد القيمه لواحد اخر ما تمدهاش لروحك. وعلاش؟ لانك انت ما عندكش قيمه وانت ما تستاهلش نتعاون، ما تستاهلش الحل، ما تستاهلش ناس يجيو يعاونوك، ما تستاهلش انت تكون بريوريتار. من الناس هما دائما يكونوا بريوريتار ودائما لازم تعاون واحد اخرين وتصوفيهم، دائما تحوس تصوفي الناس. هذا النمط فيه زوج، كاين نفس النمط هذا جاي بزوج جوايه، من جهه كيفاش تربيت وكيفاش كنت تمنع نفسك من الناس يعاونوك وتكون انت بريوريتار، ومن جهه واحده اخرى راه جايه تاني من الشيطان، باسكو الشيطان عارف باللي راه عندك ان مونك، راه عندك ان بوين فابل، راه عندك عقد في الصور، دونك هو سين يزيد يدير غير يوتيليزيها ضدك. فدايما تحوس تصلح في الناس وتعاون الناس وتمد للناس بسخاء وراك تستنزف نفسك عاطفيا، ماليا، ماديا، طاقيا، من الوقت، تستنزف روحك داخليا. وهذا هو الهدف من الوسوسة. الهدف منها انها تستنزفك داخليا من كل حاجة، من الطاقة، من الوقت، من الفلو، من الاستمرارية، من المال، من النفسية، من راحة البال، من القيمة. وما تخليكش تدير حدود، زعما ما تتعلمش كيفاش دير حدود لنفسك، باوندريز، حدود صحية باش ما تضيعش روحك في الناس وما تضيعش كامل الجهد تاعك والطاقة تاعك اللي ربي مدها لك وسخرها لك ليك نتايا تبني روحك انت وتفوكسي على روحك انت باش تتطور ويولي عندك باور، يولي عندك قوة، يولي عندك نشاط، يولي عندك حاجة تكون بانيها، يكون عندك أساس اللي راه دايق للبربس نتاعك. دونك العطاء بدون حدود يتعبك ويستنزفك داخليا ويربح الشيطان، باسكو راه ربح عبد اللي من بعد يستغله كما يحب. دونك في البرنامج اللي كرييتو نطرقوا على كامل هاد الانماط اللي يوتيليزيهم الشيطان والوسائل تاني اللي يوتيليزيهم باش يضيعك في حياتك ويربح هو هاد النزال.